السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير. قرار شراء جهاز تكييف كويس بسعر مناسب بيتطلب بحث كتير، لكن الحسم في قرار الشراء الموضوع ده طبعا بيتطلب معرفة مميزات وعيوب الجهاز اللي تم اختياره. ومن ضمن الأجهزة اللي بتعتبر من الخيارات الجيدة في السوق هو تكييف كريازي. النهاردة هنتكلم عن مواصفات ومميزات الجهاز وعيوبه وتقييمات المستخدمين للجهاز. أول حاجة هنتكلم عنها هي المواصفات. الجهاز سبليت، وزنه تقريبا 65 كيلو. كفاءة الطاقة بتاعته بتبقى A+. بالنسبة للمميزات، أول ميزة معانا بالنسبة للجهاز الكريازي هي إن الشركة زودت الجهاز بمبادل حراري أو سربنتينة نحاس. وطبعا احنا عارفين ان النحاس بيبقى مقاوم للتآكل ومضاد للبكتيريا. اكيد طبعا ده بيساهم في تعزيز كفاءة التبريد، غير ان الجهاز ككل مصنوع من النحاس. تكييف كريازي بيقدم وضع التبريد السريع لتبريد الغرفة في اقل وقت ممكن. ده غير طبعا وضع التشغيل الاوتوماتيك، وده بيقوم بضبط درجة حرارة المكان علشان تبقى درجة حرارة مثالية من غير ما العميل يتدخل في الموضوع ده. طبعا ده غير وضع سليب اللي بيقوم بضبط درجة الرطوبة والبرودة داخل الغرفة خلال ساعات النوم. والوضع ده طبعا بيوفر كتير من الطاقة أو كتير من استهلاك الكهرباء. كمان من ضمن المميزات اعتماد تكييف كريازي على فريون 410 صديق البيئة مع السربنتينة النحاس، وده بيضمن النقل الأمثل للحرارة. تكييف كريازي الشركة مزوداه بكباس تروبيكال أو كومبريسور تروبيكال، بيشتغل بكفاءة عالية جدا في الأجواء الحارة ودرجة الحرارة العالية اللي بتتجاوز 52 درجة مئوية. الميزة دي من أهم مميزات تكييف كريازي اللي كتير من العملاء طبعا كانت بتدور عليها في الأجهزة اللي موجودة في السوق الموسم اللي فات ده، علشان درجة الحرارة كانت بزيادة جدا وكانت عالية جدا. فالعملاء كانت محتاجة جهاز الكمبرسور بتاعها مقاوم للحرارة ودرجات الحرارة العالية علشان يقدر يكمل معاها الموسم بأمان. وطبعا من المؤكد ان عملاء ومستخدمين أجهزة التكييف بقوا عارفين ان ارتفاع نسبة الرطوبة ده بيزيد الإحساس بالحرارة. عشان كده من أبرز المميزات في تكييف كريازي هي وضع الدراي أو وضع نازع الرطوبة. الميزة دي بتعمل على تخفيف الرطوبة في الغرفة من غير الحاجة لخفض درجة الحرارة بشكل كبير. وطبعا الميزة دي بتوفر في استهلاك الطاقة الكهربائية. دي كانت بعض المميزات بالنسبة لجهاز تكييف كريازي اللي هو موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة. طيب هنبدأ نتكلم عن العيوب. معظم العملاء ومستخدمين تكييف كريازي اشتكوا من خدمات ما بعد البيع، وكان تعليق العملاء أو شكواهم من مستوى الخدمة وإنها سيئة للغاية، وإنهم بيلاقوا صعوبة في التواصل مع الشركة علشان يقدروا يوصلوا شكوتهم. دي أول حاجة. تاني حاجة أو الشكوى الأبرز في الموضوع هي الصوت العالي
اللي بيصدره الجهاز أثناء تشغيله. وطبعا الموضوع ده سبب مشكلة مع العملاء اللي بيبقوا محتاجين الهدوء أثناء تشغيل الجهاز وأثناء النوم، وده خلى كتير من الناس يترددوا في شراء الجهاز. بالنسبة لتقييم الجهاز في العموم هو جايب 7/10. بالنسبة لجودة الخامات 8.5/10. قوة التبريد 7.5/10. سرعة التبريد 7/10. واستهلاك الكهرباء 6.5/10. بالنسبة لأسعار الجهاز، سعر 1.5 البارد 20,500 جنيه. طبعا ده سعر الجملة بتاعه. بالنسبة لل3 حصان عامل 33,000 جنيه، وبرضو ده سعر الجملة بتاعه. أتمنى أن حضراتكم تكونوا استفدتوا، لأن جالي أسئلة كتير على الجهاز ده. كانوا عايزين العملاء يعرفوا تفاصيل عنه، كانوا عايزين يعرفوا مميزاته، كانوا عايزين يعرفوا عيوبه. اللي لسه ما كانش اشترى كان عايز يستفسر عن كل حاجة علشان يقرر إذا كان هيشتري الجهاز ولا لأ. وأنا من وجهة نظري الجهاز ممتاز جدا. الجهاز مكوناته ممتازة وقيمة مقابل سعر. يكفي ان الكمبرسور بتاعه تروبيكال مخصص للعمل في المناطق الحارة زي ما وضحت لحضراتكم. طبعا عملاء كتير كانوا بيدوروا على النوعية دي من الكمبرسورات في الأجهزة الموسم ده بالأخص بسبب زيادة درجة الحرارة، والحمد لله ان شركة كريازي كمان وفرت النوعية دي من الكمبرسورات في الجهاز بتاعها. علاوة على ان الجهاز كمان المواسير بتاعته نحاس، لأن فيه عملاء كتير جدا الموسم ده كانت بتسأل على الجزئية دي، هل الجهاز المواسير بتاعته نحاس، المواسير بتاعته ألمونيوم، طب ايه الأفضل، ايه اللي أنا أقدر أشتريه وأنا مطمن. الأسئلة دي كلها اتعرضنا لها الموسم ده. يا رب نكون وضحنا لكم الأمور وعرفناكم مواصفات الجهاز ومميزاته، وتكونوا استفدتوا معانا. أشوفكم في فيديو قادم بإذن الله. السلام عليكم.